سلام البنات، ان شاء الله تكونوا غايه. مرحبا بكم في قناه ايمان زاد واليوم ان شاء الله البنات غادي نديروا مع بعض طاجين البصله والزبيب، ان شاء الله يعجبكم. نبداو بسم الله. غادي نديروا في الاول شويه زيت، الا عندكم السمن. انا ما على باليش علاش بصح يعجبني السمن في الطاجين، وسما نكون غادي ندير شويه زيت وشويه سمن، ما نكثرش بزاف السمن بصح ندير كيما شفتوا. درت شويه زيت، غادي نزيد هنا عندي حبه بصله وحبه طماطيش كبار ربيتهم. القوام عندي هنا شويه ثوم، درت جوج فصيصات تاع ثوم متوسطين مش كبار بزاف. تقدروا ديروا الكميه اللي تبغيوها وتقدروا كاع تستغناو عليه. عندي هنا مغرفه ماشي معمره تاع حبه كحله، مغرفه صغيره كلشي درت مغرفه صغيره، مغرفه صغيره تاع العود الصفر، مغرفه صغيره نتاع الملح، مغرفه صغيره نتاع سكينجبير وشويه زعفران باش يعطينا اللون. الملح في التالي تقدروا تزيدوا الى جاتكم صامته، سينو تزيدوا وحده جامبو غادي تجي بزاف بنينه هاد الشهيوه تاعكم. ودرك البنات غادي نجهد النار ونبلع على الطاجين حتى ديك الطوماطيش والبصله يطلقوا الماء نتاعهم. من بعد عاد نقص له ونخليه يطيب على خاطره. هنا البنات كما كنتم تشوفوا غيبدا يغلى، غادي نقص النار وندغز شويه الدجاج. نقص عليه وغادي نخليه يطيب على خاطره. كما على بالكم الطاجين خصكم تردوا له بكري خاطر يطول شويه في الطياب. هنا البنات اللحم راه طاب نص طياب، خاصك راه طايب. كي ندير البصله راه غادي يجي سوا سوا. البصله درتها دوائر. والزبيب البنات هنا كنت درت معاه شويه ماء باش يرطب، واحد 10 مينوت هكا قبل ما ديروه مع البصله. بالكم نديره من الفوق، مام الا نسيتوه وما درتوش مع الماء ولا تقدوا نورمال، هو غادي يطيب. هنا كما كنتم تشوفوا المرقه راها لتحت، تحسبوا بلي البصله غادي كما نقولوا طيب هكا بيضه، وهي لا دوك تطلق الماء نتاعها وداك القوام يطلع للفوق. نرش من الفوق شويه قرفه. بدا بكم ديروا بيديكم هكا، شي بلاصه ديروا فيها وبلاصه لا، كنديروا بالمورفك اللي يطولبكم هكا غير شويه. ولا عندكم قرفه عود تقدروا ديروها حتى من الاول، زعما كي ديروا البصله والطوماطيش رابطين والقوام ديروا معاهم قرفه عود. غادي ندير ثاني شويه سكر، غير على حساب مغرفه صغيره. قبل ما نبلع الطاجين غادي نجهد النار شويه، واحد 5 دقائق 10 دقائق باش هكا المرقه تكتر. خش ديك البصله غادي تطلق الماء تاعها اوتوماتيكمون غادي تطلع ديك المرقه ويطلع القوام باش ما تقعدش البصله بيضه من الفوق. سينو تقدروا ديروا نفس الطريقه اللي راني ندير بها بالمغرفه صغيره ولا كبيره، ترفدوا المرقه ولا الروان من الجناب وتفرغوا فوق البصله اللي راها من الفوق.
وتقدروا تزيدوا الماء. وشنو هي ما تكثروش، باسكو الا كثرتو غادي يبقى يفيد لكم الطاجين ويدير لكم كوارث. ديروا كاس ونص ولا زوج كيسان تاع ماء. ثم بالنسبه للناس اللي يبغيو الروا ويبغيو يغمسوا كاع يزيدوا شحال ما الماء، بصح بقاو تزيدوا غير بشويه مع الطرف، هي راها طيب على خاطرها وانتم تزيدوا في داك الماء. كل ما تشرب شويه زيدوا الماء وهكا خليو فيها الروا الا تبغيو تغمسوا كاع. انا الحق سيرتو البصله نبغيهاش فيها بزاف الروا، باسكو شحال ما شرب صغايه ومع فيها الزبيب والسكر تجي معسله خير. فوالا البنات الطاجين تاعنا نهار اليوم هو وجد. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم اكثر واكثر. الا نهضروك غير مطلع تاع مغنيه شيتكم في الجنه.